السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جدا ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد مفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه انبوكس هوم سكرين. التطبيق ده مساحته 28 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده خاص برسائل البريد الالكتروني. لو انت عندك اكتر من بريد الكتروني، عندك بريد الكتروني على الياهو، على الهوت ميل، على الجيميل، على الاوتلوك، كل دي بتبقى بريد عندك، اكتر من بريد عندك على التليفون، وبتحتاج ان انت كل شويه تدخل على البريد ده عشان تشوف لو جات لك رساله او عايز تبعت رساله او اي حاجه من الحاجات دي. فالتطبيق ده بيقدر يجمع لك كل رسائل البريد الالكتروني في مكان واحد. الرساله اللي بتجيلك على الياهو، الرساله اللي بتجيلك على الاوتلوك، الرساله اللي بتجيلك على الجيميل، كله بيجيلك في مكان واحد. لو عايز برضو تبعت، بتبعت برضو من مكان واحد على حسب البريد الالكتروني اللي انت عايز تبعت ليه. عايز تبعت لياهو، عايز تبعت لجيميل، عايز تبعت لاوتلوك. فالتطبيق ده بيسهل عليك ان انت بدل ما تفضل تتنقل من تطبيق لتطبيق، او تبعت رساله لشخص من التطبيق ده وبعد كده ترجع تبعتها لشخص تاني من تطبيق تاني وبعد كده ترجع تبعتها مثلا لنفس الشخص من تطبيق تالت. لا، انت بتبعتها له من تطبيق واحد وبتروح له على الايميلات بتاعته كلها. كذلك الامر لو حد بعت لك رساله هنا ورساله هنا ورساله هنا، فكل ده بيتبعت لك ويجي لك في مكان واحد. كمان بتقدر ان انت تخصص الرسائل المهمة ان انت تحطها في الاولوية، ان انت تشوفها كاول رسائل، والرسائل اللي هي مش مهمة تجيلك بعد كده في الترتيب، يعني في المرحلة التانية او في الدرجة التانية والتالتة والرابعة وهكذا. ده الغرض من التطبيق. مشكلة التطبيق طبعا التطبيق بيتضمن اللغة الانجليزية، بالاضافة لان التطبيق بيتطلب منك آه، اشتراك او شراء التطبيق علشان تقدر تستمتع بكل الميزات وما تلاقيش اعلانات. كمان التطبيق بيحتاج منك انترنت على طول عشان طبعا الرسائل البريد الالكتروني اللي بتجيلك عليه. دي يعتبر عيوب التطبيق. بس كده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمزايا والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معايا رسل في الكومنت لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتب في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.